مساء الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول مساء الفل عليكم. كوباية الشاي بلبن بتاعتك يلا وتعالي ورايا، هنعمل أحلى قراقيش. الشتا داخل بقى يا جماعة، والشتا بيحب المخبوزات في البيت. طلعت جميلة والله، وهشة وناعمة وناشفة في نفس الوقت. أنا عاملاها كمان تخينة علشان بحب أحمرها قوي، فلما تقعد في الفرن ما تنشفش جامد. تعالي اقولك ان شاء الله المقادير. يا ريت المقادير لو عارفه، لو بالجرام هتطلع معاكي مظبوطه قوي. انا من الناس اللي كنت بفشل فيها كتير يا جماعه، يعني انا وصلت المرحله دي بعد كتير. معانا هنا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. ده بيظبط معايا بصراحه العجنه يعني. كيلو دقيق، هويه انخليه يعني، حركيه بايدك، اي حاجه يعني. معانا معلقه ملح صغيره، لان انا ما بحبهاش مسكره، انا بحبها آه، طعم الملح هو اللي باين مش طعم السكر. تمام. شويه سمسم، بعز السمسم جدا برضو. السمسم عادي زي ما انت عايزه، كتير شويه ممكن تستبدلي بينسون، شمر، كمون، اي حاجه من دي. لكن انا بعز السمسم قوي، والكميه اللي انت حباها يعني. دي هنا بوريكم، دي نص كوبايه ميه عليها باكو خميره فوريه ومعلقه ونص سكر، معلقه ونص كبيره من بتاعه الاكل. كده تمام. دي كميه السمنه يا جماعه، عشان كده بقول لكم بالجرام. دي طلعت كتيره جدا، دي كانت مفروض 500 جرام سمنه على زيت، يعني كوبايه زيت والباقي سمنه. انا طبعا حسيت ان هي هتبقى كتير جدا، لان بتفرق من دقيق لدقيق، فمرضتش احطها كلها. يعني بعد كده عرفت ان هي العجنة بتاعتي دي خدت 400 جرام سمنة على زيت. حابة تقسميهم، حابة تزودي السمنة اكتر من الزيت، المهم ان هي ما خدتش الكمية دي كلها. دول كانوا 500 جرام على الميزان، فانتي حاولي تحطي 400 جرام على الميزان. حنبسها اهم حاجة في القراقيش زي الكحك والحاجات دي. العجن يا جماعة، هي السمنة طبعا كانت سخنة جدا، وانا حطيتها على الدقيق، فببسها بتشربي الدقيق كله مع السمنة. جربوها يا جماعة والله، ومش لازم يعني تعمليها من اول مرة واو. انا زي بقول لكم، انا وصلت للمرحلة دي بعد كتير برضه. كل مرة مش بتطلع مثلا الطعم اللي انا عايزاه، مش عارفة ايه، لا مش هي دي اللي زي بتاعت ماما، لحد ما ظبطت معايا. هنا احنا بنشرب لازم الدقيق ده كله بنشربه بالسمنة عشان ما تفصلش منك. تمام. ندعك كده ونوصل الدقيق لكل مكان في يعني. انتوا فاهمين طبعا انا بقول ايه. خلاص. هنا خلاص. انتي ده التست بقى، هي بتبقى مفرولة، بس لما بتيجي تضغطي عليها كده بتديكي شكل العجينة. هنا بصوا للخميرة عملت ازاي. خلاص، هما دول نص كوباية الخميرة فورت. ممكن على فكرة تحطي الحاجة بودر زي ما هي، السكر والخميرة ورشة الملح، كل ده ممكن تحطيه مع الدقيق. مش لازم تخمريه في كوباية كده، بس احنا بنعمل الخطوة دي علشان ممكن الخميرة ما تكونش شغالة، وبتحصل على فكرة. احيانا الخميرة بتبقى محطوطة مثلا في التلاجة او في دولاب المطبخ، فما بتبقاش شغالة قوي يعني، فبتفسد. فاحنا بنعمل التست ده بس علشان نعرف ان الخميرة شغالة. تمام. اهو انا احتجت كوباية مية كمان، يبقى الكيلو الدقيق اخد مني عجن كوباية ونص مية. نص كوباية كنت مدوبة فيها الخميرة والسكر، وكوباية مية هنكملها عجن. احنا مش بنعجن يا جماعة، مش بنلت ونعجن زي كأنه عيش، لا احنا بنفتح للعجينة كده ونلمها بايدينا تاني. اهو كده. يلا اي واحدة شطورة بقى تقوم تجرب. يا ريت بقى لو وصلنا لحد هنا لايك واشتراك في القناة. عايزين نكبر القناة يا جماعة، وميرسي وشكرا بجد لكل اللي بيشترك لي في القناة. اهو احنا بنفتح في العجينة كده. هي خلاص كده انا عجنتها كويس. مش بنعجن يا جماعة زي العيش، احنا بنفتح لها ونلمها بايدينا كده. كده خلاص هنسيبها، بس هنغطيها بكيس او استرتش اي حاجة. هنسيبها. ريحتها تحفة يعني، وانا بكلمكم والله وانا بعملها كانت ريحتها وهي عجينة تحفة. خلاص انا بوريكم من جوه مفتحة ازاي، ومن بره ملساء وناعمة وجميلة مفيهاش عرق اهي.
هنغطيها بأي حاجة قدامنا، كيس نظيف، استرتش، أي حاجة، تلت ساعة بالظبط. وبعدين هنبتدي أوريكم طريقة عجن حلوة تلميها كده كأنك بتبرمي عيش فينو يعني. تمام، يلا يا جماعة، عملنا الاشتراك ودوسنا لايك ولا لسه؟ أنا بفكركم أهو عشان ما تنسوش. هنبططها كده، خليها رقيقة خالص كأنك بتبططي عيش، بتبططي فطير، أي حاجة. بتسهل عليكي الوقت وبتخليها لك من جوه نفشة وحلوة كده، مش رقيقة، لأن الرقيقة لما تحمريها بتحسي إنها نشفت قوي. خلاص احنا رليناها كده، عملناها رول. هنبططها السمك اللي انت عايزاه بقى. انا هنا مجهزة الصواني، ما فيهاش اي مادة دهنية ولا حاجة. الصواني ناشفة زي ما هي. تمام، ادي كده بططناها. هنبتدي بقى نقطع اللي انت عايز، حابة ترفعي، حابة تخني، هي كده كده هيبقى سمكها حلو يعني، عالي، مش ناشفة. بس هنبتدي نرص كده، ريحتها تحفة. طبعا مش عايزة افكركم ان يا ريت السمنة تكون كويسة، نوع كويس. تمام، هنجرب تاني اهو عشان اوريكم طريقة انك ترولي العجينة دي حلوة يا جماعة، والله انا حباها يعني. مش بتخليكي بتبططيه يبقى ناشف كده، وحتة عالية وحتة واطية. وزي ما بقولت لكم، معانا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، او اي دقيق انت بترتاحي له بقى، المهم يكون نوع كويس. معانا 400 جرام سمنة على زيت، يعني مثلا ايه، خليهم 350 سمنة وزودي 50 جرام زيت. تمام، هي دي المقادير اللي هتبقى مظبوطة ان شاء الله. هاجي واحدة كمان اهو. التكرار بيعلم الشطار. ويلا اديني بكرر تاني اهو، الاشتراك واللايك. يا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم يا جماعة شيروه من فضلكم. بص كده يعني، مفيش اسهل من كده. دي بقى انا عاملاها لنفسي. بص في الاخر خالص، انا بحب على الوش سمسم كده، فحبيت اوريها لكم. لو حابين تضيفوا سمسم على الوش، ما ينفعش يتضاف بعد ما يتقطع، احنا بنضيفه كده في البويلر. كان شغال يا جماعة عشان كده بينور. تمام، وادي شكلها بعد ما طلعت. جربوا يا جماعة، والله جربوا. مش يعني انتوا شطار ما شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم، هتطلع جميلة. والشتا داخل وبيحب الحاجات دي، مع شوية شاي الصبح، شوية شاي بلبن. يعني هي ناشفة وهشة وطرية وناعمة، يعني في كل حاجتها مظبوطة الحمد لله. انا بقول لكم ان انا بحبها تخينة، علشان لما انشفها واحمرها كويس ما ت... ما تبقاش ناشفة قوي. ربنا يحسن ما بين ايديكم، انتوا شطار، وهتبقى جميلة ان شاء الله. شكرا وباي باي.